ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ بصوا انا جاي اتكلم معاكم النهارده شوية كده عن بعض الحاجات اللي حصلت في ماتش الداخلية، وايه النقط الجديدة والكويسة اللي بدأ جوميز يعملها مع الفرقة، وعامة ليه دايما كنت بقول ان الماتش اللي قبله بتاع بوسليم كان ماتش يعتبر خادع او وهمي في فكرة ان انت بتستحوذ على الكورة. خلينا نبدأ الاول ان الزمالك برضو لسه ما شافش فكرة ان هو ازاي يعرف يعمل توليفة كويسة في فكرة ان هو يلعب ب11 لاعب، دايما عمال بيغير من اول الجون لحد الفيرود. مفيش حد يمكن مثبته غير يمكن 3 اللي ورا اللي هم حسام عبد المجيد و... 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 والمسلوسي. فالفكرة كلها وممكن يكون معاهم برضو الجزء اللي هو الراجل اللي بيلعب في باك شمال دلوقتي اللي هو فتوح، لان مبقاش فيه غيره. فالزمالك حاليا مثبت ال3 دول، لكن الباقي كله بيغير من اول نمر الماتش اللي فات لما غيروا. معاك برضو نص الملعب تقريبا متغير تماما عن الماتش اللي فات. فالراجل لسه كل ده لسه بيشوف التوليفة المناسبة ليه. الفكرة بس او الميزة دلوقتي اللي بقت موجودة عند الزمالك ان الزمالك زي ما قلت لكم الماتش اللي فات بقى عنده فكرة الاستحواذ على الكورة والضغط العالي جدا، في فكرة ان انا لازم يكون هاخد الكورة من اول تلت، مش هستنى ان انت لحد ما تجيلي. فالضغط العالي ان انا اخد كورة واسترجاع الكورة قوي جدا جدا عند نادي الزمالك حاليا. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الراجل دلوقتي بقى عنده فكره ان الهاف، يعني مثلا لو اللعب مثلا في الجنب اليمين فبيبقى الهاف الشمال بيضم لجوه، فبيخلي الفرقه اللي قدامك بتلعب في مربع اكتر ما لو جزء مربع كده ما بتلعب بطول الملعب. فبيبقى بالنسبه لها انا مديها تكتل هجومي، تكتل دفاعي تقيل جدا. وبالتالي ان كمان ان اللعيب اللي بيخش بيبقى معاه الكوره من الفرقه التانيه، بتلاقي دايما عنده واحد واثنين وثلاثة بيضغطوا عليه ضغط عالي، مش فكرة تحليق. لأن كان الزمالك الأول بيحلق، دلوقتي الزمالك ما بيحلقش، لا الزمالك بيضغط ضغط عالي جدا، ضغط قوي جدا جدا من 2 أو 3 لعيبة على اللاعب، فباخد الكرة وبستخلصها. ولو لاحظت ان الماتش بتاع الداخلية برضو، بغض النظر ان طبيعة الداخلية كده كده بتلعب كل متوشتها في الدوري كله وانا قاعد ورا، بس فكرة ان انت لاعب بال11 لاعب ورا تحت الكورة كلهم، يعني ال10 والجون كله تحت الكورة، فدي بتبقى غلسة. الزمالك حلو في فكرة ان هو بيطلع دلوقتي بقى بيطلع بسرعة، ودي من الحاجات الكويسة جدا عند جوميز. برجع الكرة بسرعة جدا، بوصل لحد التلت الأخير بسرعة جدا جدا. الفكرة عند الزمالك دلوقتي أو اللاعبين اللي موجودين في الزمالك ودول هيبقوا مشكلة مع النادي الأهلي، هي فكرة إن الباكات عندك لسه بطيئة. مفيش ولا لعيب يعتبر في الباكات بيلعب في مركزه غير حاليا غير فتوح وحسين. الاتنين التانيين دايما بيتغيروا، ولسه ما عندكش اللعيبة اللي تقدر تلعب عليها فكرة إن احنا نلعب كومباكت ونقفل مع بعض جدا على فكرة ال11 أو ال20 متر اللي هنلعب فيهم كورة ونزنق الفرقة اللي قدامنا دي لسه. وزي ما كذا حد اتكلم فيها قبل كده برضو من الناس اللي بتحلل كورة، وقال لك ان حتى اللي بيطبق الضغط العالي جدا واحسن فرقة بتطبقه هي مانشستر سيتي برضو بتغلط. فلازم برضو يا جماعة ان احنا نكون احنا مش مانشستر سيتي ولا عندنا الباكات بتاعتنا معدية الدنيا، يعني احنا الباكات بتاعتنا على الله يعني برضو. بس الفكرة كلها ان هم بقوا احسن في فكرة ايه؟ تطليع الكورة والسرعة في الحركة، وكمان كمية الميس باص اللي كانت موجودة قبل كده ما بقت اقل بكتير جدا جدا. نص ملعب كمان بقى دلوقتي افوق بكتير، وزي ما قلت لك هو اللي بقى الرمانة بتاعتك بتوصلها. بصوا يا جماعة، الناس برضو اللي كانت بتتكلم على عبد الله السعيد الماتش اللي فات وقبل كده، وان الراجل ما بيعملش مسوش، الراجل عامل جيم في ماتش الداخلية والله العظيم جيم دفاعي عالي جدا في انه بيرجع، لان هو حاليا انت بتسيب يعتبر 5 تحت الكورة هم اللي بيجيبوا لك الكورة، او 4 بحد اقل يعني. فعبد الله واحد من ال5 دول اللي كان بيرجع، وكمان انت بتطلب منه انه يزيد عشان يعمل لك زياده عدديه قدام. فكوبري السن ده فارق له هو عنده، بس عامه الراجل لعب 95 دقيقه او 96 دقيقه الماتش اللي فات ولا اروع. باص 10 على 10 بيوصل الكوره بيطلع معاك. بس الفكره هي زي ما قلت لك كوبري السن بيفرق. تاني حاجه انت ما عندكش الفينشر اللي قدام اللي يخلص سواء فيرود او هافار، لان انت عندك الهافين اللي بيلعبوا طولي ما بيلعبوش لجوه. يعني زيزو مش بتاع ان هو حاليا بيعملها، بس مش اللي هو مش بن شرقي اللي هو يخش فعلا تحس ان هو هجام ويخش ياخد الكوره. زيزو بيخش ككمالة عدد زيادة، وعملها حلوة في فكرة الجون ان هو سحب مع الباك وطلع عمر، والكرة دي اتلعبت في التمرينات كتير جدا جدا جدا، علشان كده اتطبقت. ودي فكرة من افكار جوميز موجودة وبتطبق، فزيزو بيعملها. بس زيزو اكترية كورة واكترية قوة زيزو ان هو بيجري عرضي وبيرفع، ما بيخشش سوري بيجري طولي وما بيرفع ما بيخشش لجوه. كذلك مصطفى شلبي قليل قوي، او شوف انت في الماتش من كم الكور اللي هو دخل بيها ودخل لجوه وضم، قدر يحطها على الجون ازاي. حتى الكرة اللي جات له حطها على الجون ضعيفة جدا من بطن رجله، مع انه كنت احط وش رجلي فيها واشمعها جوه الجون.
فانت ما عندكش الهافين اللي تلعب بيهم يخشوا معاك جوه ويزودوا لك كمالة عدد ويزودوا لك زياده هجوميه فعلا فعاله. عندك اتنين لسه اللي هم مهاب ياسر واحمد عاطف، دول لسه ما حدش شافهم ولسه ما شفناش عنهم ايه الدنيا، ولسه ترافيس موتيابا برضو لسه الراجل ما خدش يعني الجرين كارد زي ما بيقولوا كده، اللي هو انا او اي حاجه عامه بفكره ان انا اقدر اخش والعب مع الفرقه. فلسه الناس دي الثلاثه يعتبر الهافات اللي معاك انت لسه ما شفتهمش، لكن انت عندك فعلا نص ملعب حلو، نص ملعب بيبسطك بكوره كويسه، مش وحش، بس ما بقولش ان هو برضه وصل للبيك بتاعه. احنا لسه بنقول يا هادي، المشكله ان هتقابلك ان انت الماتش اللي انت لعبتها الفتره اللي فاتت كلها، سواء ابو سليم سواء الداخليه سواء حتى الماتش اللي قبله سواء الاسماعيلي، يعني فرق كلها مش قويه جدا في ان هي تعمل عليك كونتر اتاك او تعمل عليك المرتده، ما شفناهاش. هنشوف بقى ده في ماتش الاهلي، يعني حتى الماتش الجاي بتاع سوار مش هيبقى برضه بالقوه، بس انت لازم تدي للعيبه مختلفه، تشوف اللعيبه هل ممكن في لعيبه زي محمد شحاته يبدا ماتش الاهلي ولا لا، لعيب زي ترافيس ممكن تلعبه في ماتش الاهلي ولا لا، لعيب زي احمد عاطف ممكن يفرق معاك، راجل مش معروف وما ما لعبش قبل كده فهيفرق معاك. لسه الناس دي انت ما شفتهاش، فجربها على اساس تقدر تحكم على الناس دي تقدر تلعبها في ماتش الاهلي ولا لا، عشان تبقى عارف القايمه اللي هتطلع معاك في ماتش الاهلي او ال 18 اللي هيخشوا معاك القايمه. فزي ما بقول لكم يا جماعه، جوميز بدأ يعالج بعض الأخطاء اللي موجودة، وعجبني في الراجل إنه زي ما قلت لكم إن هو مش بيتكبر. هو غلط الشوط الأول باين جدا، فكرة إن أنا بلعب مع فرقة أصلا متمركزة ورا، بلعب بتلاتة نص ملعب، 3 ارتكاز، سواء 6 و8 و10 اللي بيلعبوا، اللي هما إيه اسمه إيه، ابن فاروق جعفر، سيف راجل برضه بعيد جدا عن مستواه، قدم الكورة مش أحسن حاجة، كذلك دونجا اللي عمل ماتش كويس جدا، كذلك عبد الله السعيد. دول التلاتة اللي أنت كنت بتلعبهم في نص الملعب، فما كنتش محتاج كل ده، انت كنت محتاج واحد يسترجع لك كوره والراجل التاني يلعب معاك وتنزل معاه ناصر ماهر زي ما انت لعبتها في الشوط التاني لما لقيت نفسك بدأ الماتش يهرب منك. بس هو بيبدأ، وده اللي لاحظته ان كل ماتشته بيبدأ غلط، ودي في ماتش الاهلي مش هتنفع، لان الاهلي لو بدأت قدامه غلط انت اللي هتزعل. فلازم هو يبقى مركز كويس جدا، هلعب ازاي وهبدأ ازاي وهلعب بمين، ولازم اللعيبه دي تكون فايقه، يعني اللعيبه دي لو فايقه فعلا الزمالك هيروح في حته تانيه في الماتش ده، هيعمل ماتش حلو. مش بقول ان هو هيكسب، لان برضو الزمالك لسه ما طبعش، يعني اللعيبه كلها ما طبعتش على بعض، انت مغير تقريبا نص جلد الفرقه، فانت موضوع تقيل. بس ممكن الماتش يروح لك، ما بنقولش لا، لان قوانين ماتش الاهلي والزمالك ملوش قوانين وملوش اعراف وملوش اي حاجه، بتبقى مختلفه تماما، ممكن تلاقي نفسك انت في البيك وتخسر، وكذلك هو في البيك وهو اللي يخسر، فما تعرف لهاش الدنيا رايحه فين وجايه منين. فالموضوع بيبقى مختلف تماما هنا وهنا. الاهم هتبدا ازاي وهتساير الماتش ازاي، لان الفرقه اللي قدامك برضو واقفه على رجليها كويس جدا. انا كل ده بتكلم عشان ماتش الاهلي، مش بتكلم على اي ماتش تاني. بالنسبه للماتش اللي احنا شفناه، زي ما قلت لك الزمالك عمل حاجه لذيذه جدا عشان يفك بقى الضغط، ان هو حط فيرو التاني اللي هو سامسون لما نزل، فبقى عندك زياده عدديه قدامه، الفرقه اللي قدامك كده كده ما بتهاجمش، وما هاجمتش غير في الدقيقه حاجه و80 بعد الجون، بعد ما الجون بجيب دقيقتين كمان، يعني على دقيقه 85 تقريبا بدا يهاجم. فالفرقه كلها قاعده ورا، فانت زودت لاعب كمان فيرود وضميت عليه كمان اوباما، فبقى عندك 3 بيلعبوا جوه وبتنزل زيزو معاهم بيتضم، فبقى عندك 4 بيقفوا على ال 18. ومن الناحيه التانيه مصطفى شلبي لو زيزو بيرب، يعني لو زيزو هو اللي بيلعب الكوره تلاقي مصطفى شلبي هو اللي ضامن رابع معاهم او العكس. واوقات بتلاقي الاثنين ضامنين وبيلعب عبد الله ودونجا هم اللي بيحركوا اللعب وبيطلع لهم من ورا الراجل المسلوسي، وكذلك عمر بيزيد، فبقى عندك ضغط قوي جدا، ما كنتش بتسيب غير حسام عبد المجيد هو اللي ورا بس، والباقي كله ضاغط. فالفكره دي اي هفوه غلط من اي واحد من الناس اللي قاعده ورا في الباكات عندهم خلصت، وهي دي الكره اللي الزمالك عايزها. لما زيزو نزل خد معاه السيرد باك، والباك بتاعه كان متقدم عشان بيقابل عمر جابر راح جاري من وراه سرق المساحه، الراجل راح لعبها له على طول، هوب خلصت. فهي كوره، لكن في طوشه تانية مش هتحتاج الكوره دي، انت هتبقى عايز انك تفنش، فتبقى عايز الفينيشات او الناس اللي بتفنش صح. عندك ناس بتفنش صح، يعني هو فيه، بس طبيعي كمل فينش اللي انت يعني النسبة ما بين انك بتضيع الفرصة اللي بتجيلك اكتر بكتير من فكرة انك بتجيبها. يعني الزمالك تقريبا كان عامل في ماتش الداخلية حوالي 10 فرص على مدار الشوطين، جاب منهم كورة. فهي دي النقطة اللي لازم نتكلم فيها، لازم لما تجيلك فرصة ما تحاولش انك تضيعها ابدا، تحاول انك تستموت عليها، علشان فعلا هتيجي في ماتش زي ماتش الاهلي، مطوشه بعد كده كمان في افريقيا، حتى لو ماتش الاهلي انت ما حصلكش نصيب وخدته، هيبقى في المطوشه اللي بعد كده في افريقيا انت هتبقى محتاج ان الكوره، لان الكوره هتفرق معاك. فاتمنى ان نبدا نعالج الاخطاء دي ونبدا نشوفها قدامنا ماتش زي الماتش اللي جاي ده، هو هيبقى بروفا اخيره على اللي انت هتطبقه في ماتش الاهلي، واعتقد ان هو اللي هيبدا، يعني اللي هينهي بيه في ماتش سوار هيبدا بيه في ماتش الاهلي. هيبقى ماتش حلو، هيبقى ماتش قوي جدا، جمهور كل حاجه، جوميز راجل كويس، لازم نصبر عليه ونصبر على الفرقه اللي معاه، وان شاء الله الماتش يخرج على خير، لان الراجل ده لو احنا غلطنا
ممكن يبقى فيها سكور، فربنا يستر وان شاء الله اللي جاي احسن، واشوفكم بقى ان شاء الله في ماتش صور، وهنتكلم بقى عن الخطة وبدأ ازاي وعمل ايه والكلام ده كله، ونختم بماتش الاهلي. يلا سلام.